انا جيت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حلو راحة بال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. شكرا لكم كلكم على دعواتكم ليوسف وكلامكم الحلو بجد. كلامكم يفرحني قوي قوي. ربنا يجازيكم كل خير ويخليكم ليا بجد. جايلكم بقى في فيديو جديد النهارده. لو عجبك الفيديو عايزاكي تضغطي لايك وكمان شيري الفيديو على قد ما تقدري، عشان اخواتك بقى واصحابك وكل الناس بقى تشوف القناه وتشترك. ولو انت بقى بتشوفيني ولسه ما حطيتيش اللايك عايزاكي تضغطي اللايك كده لو عجبك الفيديو. تعالوا بقى نبدا الفيديو بتاعنا كده بمشتريات حلوه جدا، افكار كمان حلوه كده ومختلفه وتسد معاكي بقى الفتره الجايه وتسد معاكي كمان لرمضان. تعالوا نشوف كده الفيديو بتاعنا. طيب بدات اول حاجه بقى كده، نزلت جبت شويه حاجات. جبت طماطم الكيلو ونص ب10، فجبت 3 كيلو. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي بيهم. طيب جبت كمان كيس لسان عصفور، كنت هعمل يوسف لسان عصفور، يعني كله بقى ايه مسلوق بقى، يعني حاجات كده خفيفه. احنا كنا هنعمل ملوخيه ناشفه لينا، الكيس ده ب10 جنيه. طبعا مش بتعمل كلها، حوالي نصها بس على حسب الكميه او على حسب عدد الافراد او كده. تمام. جبت كمان كيلو رز، قلت بقى احتياطي خليه عندي. الرز ب 30 جنيه الكيلو، بجيب انضف نوع اللي هو ب 30. كمان الفاصوليا حلوه قوي قوي ما شاء الله، جميله جدا وطريه قوي الفتره دي. الفاصوليا عامله 15 جنيه. جبت نص كيلو. هجيب نص في نص كده، اخزنه كيلو في كيلو، اخزنه لحد بقى ما اعمل لي كده حوالي 4 5 اكياس لرمضان. انا مش بحب الفاصوليا كتير في رمضان، فهنعمل حوالي 4 5 اكياس مع بعض. طيب في ناس طبعا ليها طريقه في التخزين الخضار، اللي هي تبوخه كده بسيط يعني، تديه كده تبويخه بسيطه على النار. انا بصراحه مش بحب الموضوع ده خالص، بحب اشيله زي ما هو كده، اغسله واشيله. ما جربتش التانية بصراحه عشان برضو ما اقولش حاجه، انا ما عملتهاش قبل كده، انا ما جربتش التانية، بس انا بحس ان بالنسبه لي كده افضل. برضو ممكن اجرب مره معاكم موضوع ان احنا نبوخه ده واشوفها هتبقى حلوه ولا ايه. تبوخيه يعني تحطي مصفى كده، تحطي عليها الخضار وتحت المصفى حله فيها ميه بتغلي، بحيث ان الخضار كده ياخد غلوه على النار او ياخد تبويخه، فاهميني بس. طيب عملت ايه بقى انا دلوقتي؟ الطماطم هشيلها على كام كيس على حسب الاكياس اللي هعملها عندي، انا عايزه الطماطم قد ايه. طيب انا دلوقتي، طيب مش بحب ليه اخزن الطماطم دلوقتي. مبدئيا كده انتوا هتشوفوا انا دلوقتي طبعا قطعت القمع من فوق وغسله الطماطم حلوه قوي قوي قوي، وهحطها في ميه على النار تاخد بس بتاع 10 دقايق غلوه عشان القشره تتشال معايا بسهوله. انا مش بحب الطماطم بقشرها. الطماطم بتاعت دلوقتي اللي مش بلدي دي يعني قشرها بيبقى كتير جدا. لما بتيجي لو انت بقى بتحبيها تضربيها بقشرها فخزني مفيش مشكله خالص، انما انا ما بحبش بصراحه اعملها بقشرها. فايه اللي بيحصل؟ بضطر لما اشيل القشره اشيل القشره كلها، القشره بتبقى تخينه جدا، خدت من الطماطم كتير قوي، فاهمني. بفضل ان انا اجيب الطماطم بقى الحلوه البلدي دي. بصوا شكل التفاحه كده، اللي هي المدوره المقلبظه اللي شكل التفاحه دي، هي دي الطماطم البلدي. عايزه اقول لكم بتبقى احلى بكتير بكتير، لان طبعا القشر بيبقى قليل فيها، وكطعم كمان بتبقى حلوه، ما بتبقاش مليانه بذر كده من جوه اصفر زي الطماطم بتاعت دلوقتي. بس انا قلت اجيب 3 كيلو كده بال20 احتياطيا لاي ظروف. عوزتهم اليومين دول يعني هرميهم في الفريزر بقى وقت ما احتاجهم اطلعهم، مش فارقه كتير. تمام. طيب قطعت كمان الفاصوليا بقى، وانا بحب اقسم الفاصوليا كده من النص، بحسها بتبقى احلى وبتستوي اكتر. تمام. وهغسلها واشيلها في كيس معاكم برضو. ده نص كيلو هشيله في كيس. كمان هعمل بقى اللسان العصفور، ويوسف اللي طالبه، يعني هو قال لي يا ماما انا عايز لسان عصفور مع الفراخ، انا مش عايز اي اكل مسبك او ملوخيه او طشه ملوخيه والكلام ده. فقلت له حاضر. جبت كده لسان العصفور وهعمله اشوحه عادي على النار مع شويه سمنه كده او زبده، وهشربه الشوربه بقى بتاعته كده او هسقيه بالشوربه بتاعته. وخلي بالك لسان العصفور بيشرب الشوربه قوي، فما تحطلوش كل الشوربه، كل كميه الشوربه اللي عندك حطي كده نص الكميه اللي انت هتحطيها. اول ما يستوي تقفلي عليه سيبيه، لما تيجي تسخنيه مع التسخين هتلاقي نفسك بقى ان انت بتصبي له شوربه اصلا، لان هو هتلاقيه كده شرب الشوربه كلها. تمام. حطيت بقى الشوربه، عايزه اقول لكم الشوربه لونها تحفه، هي الكاميرا بس مش ظاهره حاجات كتير والله، يعني كاميرا الموبايل عندي كده مش ظاهره حاجات كتير قوي. للاسف اوقات اصلا بتشوش كده وتعمل لقطات مش حلوه في عز ما انا بصور حاجه مهمه جدا، بس ربنا بيسترها بقى وبكمل تصوير. بصوا بقى الطماطم انا سبتها بالظبط 5 دقايق، والله ما عديت ال6، يعني انا ما وصلتش لل6 دقايق، 5 دقايق بالظبط، ولقيتها فتحت كده القشره بتاعتها من كل حته، قمت قافله عليها على طول. سبتها تبرد كده بتاع مثلا 10 دقايق، وغيرت لها الميه، يعني حطيت عليها ميه ساقعه وسبتها تبرد كده شويه، وبعدين مقشره القشره وحطها في الخلاط ضربتها وحطيتها على النار.
هحط لها ايه؟ هحط لها شعرة ملح، اللي هو يعني نص معلقة ملح مثلا على الكمية دي كلها، 3 كيلو طماطم. الملح هيحفظها، مش هيحصل لها اي حاجه. هي دي فكرتنا كلها في الموضوع، ان الملح هيحفظ الطماطم بس مش اكتر. وما تقلقيش خالص، الطماطم تقعد بالسنه وبالسنه ونص في الفريزر وما فيهاش اي مشكله، ما بيحصلهاش حاجه خالص. عايزه اقول لكم ان انا الفتره اللي فاتت كان عندي كيس طماطم من رمضان اللي فات، والله العظيم حاجه رمضان اللي فات، يعني باقي شويه فلفل في الفريزر بس هو اللي متبقي، الحاجه بتقعد وبتبقى زي الفل كمان. طيب جبت بقى الشوربه بتاعتي كده ونزلت فيها. طبعا الملوخيه الناشفه لازم تنخليها كده في منخل الاول قبل ما تعمليها، عشان لو اي حاجات خشنه بتشيلها، اي ملوخيه خشنه، اي عيدان ملوخيه بتتشيل. تمام. ونزلتها بقى كده كميه على حسب بقى ايه انت بتحبي سمك الملوخيه ازاي، كل شويه تزودي وتقلبي لما تلاقي السمك اللي انت عايزاه او التقل اللي انت عايزاه. جبت بقى سمنه ونزلت فيها كده حوالي 6 فصوص توم، عليهم كده شويه كزبره ناشفه مدقوقين. مش بحب بصراحه ازود الطشه قوي، بحسها بتافور، يعني انك تحطي راس توم على الملوخيه دي مش بالنسبه لي مش حلوه. طبعا ممكن انت تحبي ده، فدي بتبقى اذواق بس مش اكتر. وعلى فكره ممكن انا لو جربتها احبها، بس انا بصراحه بفضل ان التوم يبقى قليل شويه مش كتير قوي. وبحس ان كميه التوم على الحله اللي قدامكم دي حلوه جدا. شوحتهم بقى حلو قوي، واول ما ياخد معايا لون، بصوا ريحه الثوم طبعا كانت قلب البيت كله، واتشوحت على طول، ما خدتش وقت خالص خالص. عايزه اقول لكم كده خلاص لونها بالنسبه لي ممتاز، مش حلو ده ممتاز. حطيت بقى شويه كبشه كده من الملوخيه، ونزلتها بقى كلها كده على الملوخيه، بقيه الملوخيه بتاعتي وخلاص خلاص. طيب التركيه بقى اللي انا بعملها، طبعا انا لسه ضاربه الصلصه معاكم دلوقتي، فخدت معلقتين كده منهم اشوحهم مع شويه سمنه صغيرين. اول ما يتشوحوا وياخدوا لون حلو كده انزلهم على الطماطم. طب انا ما عنديش طماطميه صغيره، تقطعيها صغير جدا كده بس تشيلي القشره منها وتشوحيها وتحطيها. على فكره عايزه اقول لكم الموضوع ده بيفرق قوي قوي قوي، وبيدي طعم بجد حلو للملوخيه، بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. يعني انا بصراحه ما بحبش ان انا افوت التركيه الصغيره دي. حتى لو ما عنديش صلصه، بحط طماطميه بشوحها لحد ما تدبل معايا كده في الطاسه، وبعدين بحطها على طول على الملوخيه. الافكار دي بجد بتفرق قوي، يعني افكار بسيطه جدا ممكن تديكي طعم حلو قوي للملوخيه. طبعا بقى ادوقها، لو محتاجه شويه ملح هزود، محتاجه حاجه هزود، بس هي كده خلاص زي الفل ومش محتاجه حاجه معايا خالص. غرفت بقى خلاص لسان العصفور، والفرخه بقى مسلوقه زي ما قلت لكم ليوسف. ما بقاش شوربه بقى، كان نفسي احط له شويه شوربه، بس عملنا لسان العصفور وعملنا الملوخيه فخدت الشوربه كلها. خلصت خلاص بقى وغرفت كده، كنت انا اللي هاكل والولاد بس، ما كانش حد ياكل في الوقت ده. طيب كمان بقى غسلت الفاصوليا، بصوا ما شاء الله شكلها يعني بيلمع وتحفه ما شاء الله. بصوا انا عن نفسي بحب اقطعها كده من النص زي ما قلت لكم، بصراحه بحس انها بتستوي اكتر ويبقى طعمها احلى كده. جربتها قبل كده وهي مقفوله، يعني ان انا اقسمها كده انصاص كده واقطعها من غير ما افتحها كده نصين من النص، حسيتها مش قد كده بصراحه. وطبعا زي ما قلت لكم دي اذواق وبتختلف من حد لحد، فممكن انا بالنسبه لي كده حلوه، ممكن بالنسبه لكم لا، ايه اللي انت عاملاه ده، انا مش هفتحها، فطبعا دي حريه شخصيه. طيب ده بالنسبه لي كده نص كيلو يتعمل مره واحده، حتى لو كان عدد الافراد ايه، يعني حتى لو انتوا 3 افراد النص كيلو حلو قوي قوي. احنا عندنا مش كله بيحب الفاصوليا بصراحه، يعني انا ولادي مش بيحبوا الفاصوليا قوي، فبيغمسوا الصلصه. يعني بصوا بقى اللي فيهم بيغمسوا الصلصه وما ياكلوش الفاصوليا. يوسف بياكلها، حسن وتمارا لا، ولاد اختي ما بياكلوهاش لا ده ولا ده. فالنص كيلو حلو قوي بالنسبه لنا. طيب انا دلوقتي خلصت الطماطم، بصوا بقى شكلها ولونها وتسبيكتها وجمالها. انا اديت الطماطم غلوتين 3 بس وقفلت عليها، مش هتخلي الطماطم لحد ما تغلي قوي معاكي قوي قوي، لا خالص انا ما عملتش كده. انا رفعتها على النار، حطيت نص معلقه ملح عشان تحفظ الطماطم وفي نفس الوقت طعمها بسيط قوي. بس احنا طبعا لما تطلعيها وتستخدمي هتبهري، طبعا هتحطي بقى البهارات اللي انت عايزاها، ملح فلفل كمون، ايا كان انت بتحبي تحطي ايه في الطماطم بتاعتك هتطلعي تستخدمي على طول. انا عملت 4 اكياس، ال3 كيلو الطماطم عملوا لي 4 اكياس. وهقول لكم حاجه عشان بجد ده استغلال، انا يعني رحت السوق الطماطم ب8. تمام، في السوق كله، مش سوق السد، سوق فايدة. تمام. اصل فايدة دلوقتي عندنا دي حتة كده عندنا بقت مليانة اسواق دلوقتي، بقت كلها سوق اصلا، يعني بقت عبارة عن كلها بتوع خضار وفاكهة. طيب تمام، لقيتها كلها ب8 كلها، والله العظيم زي ما بكلمكم. قلت لا انا هجيب من الراجل اللي جبت منه اليومين اللي فاتوا، الراجل ده في شارعنا، وفعلا والله العظيم عنده الطماطم والله والله ما ببالغ حلوة قوي قوي قوي، وانت شفته في اول الفيديو،
والكيلو ونص ب10. فاستغلال. هتقولوا لي فرقت معاكي الجنيه ونص؟ والله ما فرقت حاجه، بس هو ما بحبش بس فكره الاستغلال بس مش اكتر. ان حد يستغل اللي قدامه ويبقى عارف ان انا بستغله وبستعبطه، دي حاجه بتضايقني قوي قوي. طيب عبيتهم بقى كلهم كده، اوريهم لكم دلوقتي ما شاء الله الكيس عامل ازاي. وكمان عملت الفاصوليا بقى، عبيتها في كيس، ده كده نص كيلو زي ما قلت لكم، بيتعمل في طبخه على بعضه، ما بشيلش منه اي حاجه. خلصت بقى خلاص كمان الطماطم، وده الكيس بقى. بصوا الكيس ما شاء الله حلو قوي. عوزت كيس هاخد، عوزت كيسين هاخد، عوزت 3 هاخد. انا بقسمهم كده عشان نفترض ان مثلا العدد مش هيبقى كبير، يعني مثلا انا بيتي واختي بيتها ومامتي هتعمل الاكل لوحدها هي وبابايا، فاهمني؟ يعني هتطلع كيس وتعمله على طول. انما بقى لو احنا بنبقى موجودين مثلا وهعمل اكل عند ماما وكلام من ده، فده بيبقى يعني بطلع بقى كيسين 3 على حسب انا هعمل ايه. طيب بصوا بقى، انا دلوقتي جايبه كمان كفته برز. انا قلت لكم قبل كده ما عنديش الكبه وانتوا عارفين، فلو عندي الكبه، الكفته برز من اسهل حاجه ممكن تتعمل اصلا، سهله قوي قوي قوي. تمام. فانا ما عنديش الكبه، فبعمل ايه؟ بحضر حاجتها كلها واوديها للراجل بقى ويعملها لي. يعني بحضر الرز وبحضر الخضره بتاعتها، بحضر كمان الملح والتوابل وكل حاجه انا بحب احطها فيها بحطها عليها، وبقول له ما تحطليش ملح، انا متبله وعامله كل حاجه. حلو. هو مجرد ان هو بس بيطحنهم لي كده او يضربهم لي في المكنه عنده، لان انا ما عنديش كبه زي ما قلت لكم. فده الموضوع ده على فكره مضايقني قوي بجد. موضوع الكبه يا جماعه بيفرق جدا 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 في البيت بامانه. موضوع الكبه بيعمل كل حاجه ممكن تتخيليها وما تتخيلهاش. فان شاء الله باذن الله كده، باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله اجيب الكبه غالبا ان شاء الله باذن الله قبل رمضان الجاي، ان شاء الله باذن الله. ادعوا لي كده وان شاء الله اجيبها قبل رمضان الجاي باذن الله. حلو. واول ما اجيب الكبه على طول على طول جري هعمل لكم افكار كتير جدا بيها، افكار كتير قوي 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 بالكبه. يعني حاجات زي ما بقول لكم تتخيلوها ما تتخيلوهاش. فانا جبت دول كده ب100 جنيه. قلت بقى ان انا هصبعهم معاكم وهوريكي بقى. ممكن تشيليها كده وممكن تشيليها مقليه. انا عن نفسي بفضلها مقليه، بس دي اذواق طبعا وانت حره في نفسك، يعني اللي انت عايزاه. تمام. انا خلصت الكميه كلها دول كده ب100 جنيه ما شاء الله والله. بصوا شكلهم يفتح النفس. هشيل جزء كده. انا عايزه بس اديكوا فكره انا بشيلها بحفظها ازاي. ولما بتيجي تطلعيها من الفريزر، بتطلعيها يا دوبك 10 دقايق بس، تاخد فكه كده تفك من الفريزر، وبعدين بتنزلي على الزيت على طول بيها وهي كده زي ما هي، وهي مجمده كده، مش مستنيه تفك خالص. تمام. طيب وممكن برضو تشيليها متصبعه جاهزه ومقليه كمان في الزيت. انا عن نفسي بقى بحب اريح دماغي خالص وبحب اشيلها مقليه في الزيت. ده احلى طريقه بالنسبه لي. انا لسه هقلي يعني لسه هطلع واقلي؟ لا، انا بطلع احط على طول في الصلصه بتاعتي وتبقى استوت عندي. بضيف لها البطاطسايه وشويه البهارات والملح والبصلايه والثوم والكلام ده كله، وخلاص الاكل استوى معايا. فده كده افكار بسيطه انا بديها لكم، وانتم ممكن طبعا تعملي الطريقه تريح. ممكن تصغري الصبع عن كده، ممكن تكبريه عن كده، بس هو حلو قوي قوي كده. حجمه لما بينزل في الصلصه بيظبط قوي. طيب كنت جايبه كمان الزيك ده كده ليوسف. قلت كده خليه عندي وقت كده ما اطلعه واعمله، عشان طبعا هو الفتره دي كده محتاج غذاء زياده عن اللزوم، فقلت بقى اهتم بيه شويه. والله عايزه اقول لكم ان انا مهتمه بيه قوي قوي ومش مقصره معاه خالص. بس يعني يوسف من النوع اللي هو عنيد شويه، بس هو طفل عنيد فمتعب بس شويه. بس انا بحاول ان انا اصاحبه على قد ما اقدر، عشان يعني عنده ده ما يقلبش معانا بطريقه عكسيه، فاهمني؟ بس خلاص. واشتريت شويه حاجات كده للولاد قبل ما اطلع. جبت الكفته وجبت البقسماط والكيكه واللوستفندي والجوافه. ده كده كان فيديو النهارده، خلصنا خلاص. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما. وشكرا لدعواتكم الحلوه اللي بتفرحني. اشوفكم على خير، هتوحشوني. باي باي.